يواصل الدولي المغربي أيوب الكعبي لفت الأنظار رفقة فريقه الحالي أولمبياكوس اليوناني، فالمهاجم الأسمراني أثبت لحد الآن أنه موهوب بالفطرة ويستحق المزيد من الفرص رفقة الناخب الوطني وليد الركراكي كي يتمكن من هز الشباك في القادم من مناسبات، مثل ما يفعله في الوقت الحالي في بطولة بلاد الإغريق وحتى في منافسة المؤتمر الأوروبي. صحيح أن الركراكي لا يتوانى في استدعاء الكعب لعرين الأسود الأطلس، لكن الأداء الذي يقدمه ابن الدار البيضاء يؤكد أنه قادر على منافسة زميله يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، بل وسحب البساط من تحت أقدامه. وأكيد أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في صراع منافسة بين الكعب والنصيري، فكل واحد منهما سيسعى لإثبات حضوره القوي في خط هجوم المنتخب المغربي. لذلك سترتفع درجة حيرة وليد الركراكي وأعضاء الطاقم التقني للمنتخب المغربي من أجل تحديد اللاعب الذي سيمنح الرسمية في الخط الأمامي للفريق الوطني في المباريات القادمة لأسود الأطلس.